السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهارده هوريكم بقى السحور المصري والسحور المغربي، أدي المصري وأدي المغربي، أدي العالم هنا والعالم كل واحد بأرضه. يا ساتر. معلش زوجتي المغربية هي اللي بتصور مش أنا. أنا صورتها الفيديو بتاعها وشرحت الأكل بتاعها. هي عاملة سحور مصري وسحور مغربي. هي في حاجات بتاكلها معايا وفي حاجات ما بتاكلهاش معايا. يعني هي عاملة لنفسها المسمن أهو، شايفين؟ ده المسمن يعتبر فطير صغير كده ماشي، وعامله زبادي بيتي اهو جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين اهو في الفخاره ماشي. وعندها حاجه اسمها سلو ولا ايه بيسموه ايه؟ سلو. سلو ماشي، وعندها جبنه ماشي زي ما انتم شايفين كده. ادي السلو ده هو بياكلوه كده في وسط الاكل يعني بيتعمل في رمضان بس. وعندها ممكن بيض مسلوق. ممكن تاكل ايه؟ انا بقى عندي فول مدبسينه في البيت، هي مدبساه في البيت زي ما انتم شايفين، فول مدبساه في البيت. وعندنا طعميه فلافل طعميه. هي ما بتاكلش فلافل طعميه، ممكن تاكل فول. فلافل الطعميه لا، بتعمل فلافل حمص بقى كويس جدا. وعندنا الزبادي اللي عاملاه في البيت بردك بتاعتي الفخاره دي. عندنا بيض مسلوق وخيار. ده الفطار يعتبر الايه؟ ادي المصري. السحور قصدك؟ وده السحور. معلش الاكل بتاعنا يعني السحور ده المصري وده المغربي. بس كل واحد بياكل ممكن اكل تاني. في حاجات هي بتاكلها انا باكل ممكن الحاجات بتاعتها كلها. يعني المسمن باكله، السلو ممكن يعني هو بيحلي، هو محلي يا جماعه. يعني السلو ده بلوز بلوز وسمسم وبتاع وشغلانه كده بتقعد تعمل فيها كل سنه ماشي. والزبادي والجبنه انا باكلهم. هي ممكن تاكل فول والزبادي وبيض. طعميه لا، ما تاكلش الفلافل، مع ان الفلفل من الفول والفول من الفلافل، الاثنين زي بعضيهم. بس ده طعم، هي بتحب تعمل فلافل ايه؟ بالحمص. يعتبر ده سحورنا المتواضع. كل سنه وانتم طيبين. وده العيش انا باكل بيه، هي بتاكل المسمن ماشي. ولا لقاء في سحور خارجي او سحور هنا تاني نغير لكم ايه شكل السفره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.